ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البطاطا في الفرن بدون ما نوسخ الفرن، وازاي تكون معانا مكرملة وتكون دايبة كده دوبان زي ما انتوا شايفين شكل البطاطا مستوية معايا. شايفين ما شاء الله مكرملة وبدون ولا نقطة سكر اللي احنا نحط عليها رشة سكر او اي سكر نهائي. هي هتكرمل معانا وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله شكل البطاطا؟ شايفين ما شاء الله مستوية معايا ودايبة دوبان بجد. مش هتبطلوا اللي انتوا تعملوها في الفرن بالطريقة دي. عندنا بقى اي صينية وعندنا كيس حراري اهم حاجة، وطبعا نكون غاسلين البطاطا بتاعتنا كويس جدا. انا جايبة 3 كيلو بطاطا ب20 جنيه. هتملي بيتك خير ومفيدة جدا وحلوة للأطفال وحاجة حلوة وللشتاء وحاجة بسيطة وسريعة. هنبدأ اللي احنا نحطها كده في الكيس الحراري بتاعنا، وهنبدأ اللي احنا نعمل 3-4 فتحات كده في الكيس علشان الكيس بتاعي ما ينتفخش في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت اللي انا اقفل الكيس كده من الجناب، حطيته لتحت كده، وبعد كده هجيب ورق فويل كده واغطي الصينية بتاعتي وهدخلها الفرن. طبعا الشواية والفرن لو شغالين مع بعض هتشغليهم على اعلى حرارة عندك. لو الفرن بس اللي شغال من تحت هتسيبيها برضو كده، وبعد ما تشمي ريحة البطاطا بتاعتك هتبدأي اللي انت تشيلي من عليها ورق الفويل زي ما انت شايفة، وبعد كده هتسيبيها بالكيس الحراري كده هتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده من فوق ومن تحت ومكرملة معانا. شايفين الصينية؟ بوريكي شكلها ما شاء الله ما توسختش معايا وطالعة نضيفة وزي الفل. شايفين ما شاء الله شكل البطاطا مكرملة ازاي؟ هنعملها في الفرن وبدون نقطة سكر هتكون مكرملة معاكي كده. مدة التسوية بتاعتها تبع حجم البطاطا من 3/4 ساعة لساعة كاملة. شايفين ما شاء الله شكل البطاطا؟ هتشوي البطاطا في البيت وبدون ما توسخي الفرن بتاعك ولا تغسلي مواعين زي ما انت شايفة ما شاء الله شكل البطاطا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومشاركة للفيديو.